طب ما تتفرج على اعلان فيلم ولا انا في الخيال حب، تلاقي احمد السعداني استاذ جامعي سنه كبير بيقع في حب ميان السيد اللي سنها صغير، وهي بسببه بتسيب الواد اللي في سنها اللي كانت مرتبطه بيه. طب ما هو ده يا جماعه نفس احداث فيلم ملك وكتابه بتاع محمود حميده وهند صبري، او لو هنرجع شويه بالزمن هنلاقيه نفس احداث فيلم مع تحياتي لاستاذي العزيز بتاع محمود ياسين ونيلي. طب حتى يا جماعه نجدد شويه، يعني مش كل مره استاذ جامعي، خلوه مره يطلع مدرب الجيم بتاعها. بس شوفوا انا مش دايما بحس ان ميان السيد دي اصغر واحده في الوسط الفني، رغم ان هي اواخر العشرينات، عمري ما شفت حد اصغر منها. اخيرا شفت الولد اللي طالع انه مرتبط بيها شكله اصغر منها. فيلم ولنا في الخيال حب، بطولة أحمد السعداني، ميان السيد، عمر رزيق، تأليف وسيناريو وحوار وإخراج سارة رزيق، أيوة أخت الولد اللي هي غالبا جايباه وفرضاه في الفيلم بتاعها. القصة بتحكي عن أستاذ جامعي انطوائي مالوش علاقات كتير، من ضمن الطلاب بتوعه وردة ونوح، الاتنين بيحبوا بعض وبينهم قصة حب، لكن هو بيتشد الوردة ووردة كمان بتتشد له، فبتبتدي قصة الحب بينهم تكبر وبتركن نوح، ولحد ما نشوف الأحداث هتنتهي على إيه لما الفيلم ينزل. أكيد وأنت بتسمع هتقول ان القصه دي مكرره وانا شفتها قبل كده، يا في فيلم مصري يا في فيلم اجنبي، ودي اول مشكله عندي مع الفيلم، انه انا ما بحبش الافلام المكرره، يعني الا لو كانت تيمه مكرره واحنا مثلا جايبينها عشان هنعمل كوميديا، زي مثلا التيمه بتاعت فيلم الساده الافاضل، تيمه متكرره بس كوميديا، انا هخش اشوف كوميديا جديده، لكن هنا انا مش هشوف رومانسيه جديده، ده يختلف ايه عن فيلم ملك وكتابه مثلا. ولكن خليني اقول انه في فيلم ملك وكتابه النهايه كانت حلوه، يعني هم قفلوا انه ما ينفعش محمود حميده ساب هند صبري وهي رجعت لخالد ابو النجا، ولانه ده طبيعي الست هتحب الواحد اللي في سنها، والتاني ده مجرد ممكن انبهار بس هتبعد عنه. فهل هنا الفيلم هينهي نفس النهايه؟ طب ما هو هيبقى مقلد، ولو غير النهايه وخلاه يكمل مع مان السيد بقت نهايه مش منطقيه وفكره شمال. بس خليني اقول، وانا لما قريت الاسم ولا انا في الخيال حب وشفت شويه مشاهد، قلت يبقوا صيع جدا لو خلوا النهايه ان احمد السعداني بيتخيل ان مان السيد دي حبيبته القديمه وهي صغيره وهو صغير، دي تبقى بلوفايه صايعه، بس ده مش هيبان غير لما الفيلم ينزل. من الحاجات اللي محمساني جدا للفيلم ده اداء احمد السعداني، باللقطات القليله اللي طلعها في البرومو واضح انه هيعمل دور حلو قوي. وانا بصراحه احمد السعداني بقيت بحسه ممثل شاطر جدا، بالذات من لام شمسيه، يعني بيعرف يدي مشاعر وبيمثل من غير حزق او افوره، فاعتقد ان الدور اللي هيعمله هنا هيبقى اهم دور في الفيلم ده كله. ومن الحاجات اللي محمساني للفيلم هو اختيار ميان السيد، وانا بقول اختيار ميان السيد مش ميان السيد، يعني ميان السيد كتمثيل ما حسيتش ان في تمثيل جبار بالذات جنب احمد السعداني، وبشكل شخصي ده رايي، انا مش من محبي ميان السيد وبتفصل في اي عمل هي موجوده فيه، ولكن اختيارها بمعنى ان هي شكلها صغير، عشان اجيب واحده شكلها جنب احمد السعداني اللي هو اصلا شكله مش كبير قوي، اعتقد ميان السيد تلي ان شكلها صغير، يعني القصه كده محبوكه. عمر رزيق ده من الحاجات اللي مقلقاني من الفيلم، يعني اولا انا حسيت شكله صغير قوي، يعني هو شكله تقريبا بجد مش بهرج اصغر من ميان السيد، فانا مش حاسس ان هم اصلا يليقوا في قصه حب. الحاجه الثانيه ما حسيتش في اللقطات اللي طلع فيها ان في تمثيل جبار، وانا كمان لما عملت عليه سيرش لقيت ان هو اشتغل في حاجات كتير، مش حاجه لطيفه ان انت تبقى اشتغلت في حاجات كتير ومفيش دور واحد ليك معلم، فيعني اعتقد كنا ممكن نجيب مثلا احمد داش، هو من سن ميان السيد وشكله صغير زيها يعني، وفي نفس الوقت بيعرف يمثل، فمش عارف ليه اختيار ده غير ان هو اخو المخرجه. وفي بقى حاجات تانية مقلقاني من الفيلم ده، اول حاجه منهم الافكار الشمال، يعني القصه كده من بره استاذ جامعي وبيحب طالبه عنده بيشقطها او هي بتشقطه وبيقضوا ايام مع بعض، ده كده يعتبر اخر مسمار في نعش التعليم، يعني التعليم اليومين دول مش ناقص، فمش ناقص نقدم له قصه زي دي وننور النقطه دي في دماغ بنات صغيره او ننورها في دماغ الاساتذه اللي موجودين هناك. هتقولي طب ما هو ده اتقدم في ملك وكتابه، في ملك وكتابه كان هو استاذ تمثيل وهي كانت مش طالبه، يعني هي كانت طالبه في المعهد بتاع التمثيل بس هي كانت متخرجه من حاجه تانية، يعني هي كانت كبيره، لكن هنا احنا بنقدم دور واحده في جامعه يعني المفروض عندها كام 19 سنه، ففي اختلاف كبير بين الاثنين. حاجه تانية علاقه ميان السيد والواد اللي هي طالعه بتحبه، فكره البوي فريند والجيرل فريند، هم طالعين بيرقصوا مع بعض وبيحبوا بعض وهم في الجامعه، اكيد لهم متجوزين وراهم مخطوبين، فدي فكره شمال، مش من انصار فكره ان احنا نبروزها ونقننها وندخلها كده في نص المشاعر ان عادي ان احنا نتصاحب في الجامعه. من المشاكل اللي عندي برضو مع الفيلم ان الفيلم اصلا ما حسيتوش فيلم مصري، يعني هم بيتكلموا مصري وزينا وكل حاجه، لكن الكادرات والموسيقى وحتى وهم بيرقصوا مع بعض مع الساكسفون مع طريقه الرقص تحس ان انت بتتفرج على فيلم اجنبي، ده مش فيلم مصري خالص، او يعني
لو هنقول هو فيلم ينفع لايجيبت، يعني حلو جدا ان هم يتفرجوا عليه في مهرجان الجونه ويطلعوا يعيطوا ويصحوا، بالذات بقى ان في افواره. يعني مثلا احمد السعداني بيقول لها انت طلعتي لهلوبه، قالت له لهلوبه ايه ده؟ كانت ناس تقول له وات ذا مينينج اوف لهلوبه. فجو ايجيبت زياده عن اللزوم. والقصه نفسها مش حاسس ان دي القصه اللي تعبر عن فئه كبيره من المصريين دلوقتي، يعني هي قصه ضيقه جدا ممكن تحصل بربع من المليون في المية من المصريين. كمان اختيار الممثلين في حد ذاته من الحاجات اللي تفصلني شويه من الفيلم، وانا هنا بتكلم عن الثلاثه، احمد السعداني وميان السيد واللي بيحبها. لان احمد السعداني شكله مش كبير، يعني هو بالنسبه لي زي ما طلع في لام شمسيه هو راجل في الاربعينات، فده مش سن راجل كبير. لكن مثلا لما ترجع لملك وكتابه محمود حميده ده راجل باين ان هو فوق الستينات وهي في العشرينات، فده فرق كبير جدا والقصه راكبه. زائد ان محمود حميده وقتها كان في هيستوري بقى عنده، هو كان مستقر وحياته ماشيه، لكن مراته خانته فاتصدم فوقع غصب عنه في حب هند صبري. لكن هنا انا ما فهمتش ايه الهيستوري، يعني هو انطوائي، هل ده مبرر ان هو يحب واحده اصغر منه؟ حسيتها دراعها ملوي شويه. ده غير ان من الاخر هند صبري بجد بقى تليق في دور البنت النعنوشه النغنوشه اللي توقع اي حد. يعني هي فعلا هند صبري كانت عامله شخصيه تخليك تحبها، وهند صبري بتعمل ده حلو قوي. لكن ميان السيد مع كامل احترامي مش دي شخصيه البنت النغنوشه اللي هتوقع وتبلف راجل في الاربعينات او في الخمسينات، يعني مش ديش خالص الشخصيه دي. ولو قعد معاها واتكلمت كلمتين وعملت حركه الباط هيجيب لها مصاصه وامشي يا حبيبتي. ودلوقتي جينا لمرحله تقييم الفيلم. اكيد مش هينفع ان احنا نقيم الفيلم من قبل ما ينزل، فلما الفيلم ينزل ساعتها نبقى نشوف تقييمه ايه والقصه كمان مشيت على ايه او انتهت على ايه او قفلوها ازاي. من الحاجات الحلوة جدا ان انت تعمل افلام شبه مصر مش شبه الافلام الاجنبي. يعني بشكل شخصي انا مش بنبهر بطريقة التصوير والاضاءة والكادرات، كل ده حلو جدا، بس اهم حاجة ان انا احس اني بتفرج على روح مصرية في الموضوع. وبشكل شخصي انا مش من محبي الافلام الرومانسية، بس حتى لو في فيلم رومانسي يتعمل ممكن يتعمل بشكل مصري، وعلى فكرة ده اتقدم كتير جدا في السينما المصرية. يعني مثلا هترجع زمان كان في فيلم بين احمد زكي وآثار الحكيم اسمه انا لا اكذب ولكني اتجمل، فيلم مصري 100%، وفي جنب قصة الحب جاب لك موضوع الغني والفقير. فيلم برضو حبيبي دائما جاب لك حاجات كتير قوي، منها الغني والفقير، منها ان بوسي دي بنت مصرية لما راحت عاشت بره مع جوزها الجديد لقت حاجات مش مظبوطة فده ضد عاداتها وتقاليدها فرجعت. حتى فيلم عن العشق والهوى كان برضو تحس فيه الروح المصرية وشخصية غادة عبد الرازق. فحلو ان انا اقدم فيلم يبقى مصري، خصوصا انه الجمهور مصر. الافلام الايجيبتية دي بنسبة 99% من المصريين ما بيحسوهاش، يعني ما هياش حاجة معبرة عن الناس، فاخري هتفرج عليها مرة وانا شاحت تمن الكافيه اللي انا قاعد فيه بس عشان احس ان انا يعني من هسين. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقة. يعني انا صحيح ما بحبش الافلام المحنية الرومانسية، بس خلونا نقول ان سؤال النهاردة ايه افضل فيلم رومانسي مصري اتعمل في اخر 10 او 15 سنة انت شفته واتفرجت عليه. طبعا انا عارف ان كله هيكتب هيبتا الجزء الاول، بس خلينا نتفاجئ نشوف في الكومنتات يمكن تكتبوا حاجات تانية. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مرة تشوفنا، ولو انت من العتاولة اللي عارفينها من قبل كده هترجع في القناة هتلاقي سلسلتين، سلسلة ملخصات لأفلام ومسلسلات عربي أجنبي قديم جديد، وسلسلة تقييمات لأفلام ومسلسلات عربي أجنبي قديم جديد، وفي سلسلة هبدية هزلية في حب الفنانة الفلانية هسيب لكم حلقة منها هنا. ده غير سلسلة أفضل 10 سواء أفلام مسلسلات مسرحيات، برضو لو رجعت في القناة هتلاقي منها حلقات. قولوا لنا آرائكم واقتراحاتكم، ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عجبك وهنحاول ان احنا نظبطه او نعدله في الحلقات الجاية. وكالعادة بنختم دلوقتي بالكلمة الغير محنية بتاعتنا، كلمة ايه؟ غير